السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل بقى ايه الفرخة القمر دي في الكيس الحريري، وهنشوف بقى طبعا يعني بصوا النتيجة بتاعتها كانت عاملة ازاي. طبعا بصوا يعني ولا فتحت شواية ولا اي حاجة، وسوت الفرخة وكانت زي الزبدة بصراحة، والصدر بتاعها كان طري جدا ومستوي جدا جدا، مش منسل ولا الكلام ده. يا رب وصفة اليوم تعجبكم، ما تنسونيش في لايك قمر زيكم كده، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. يلا نسمي الله واقول لكم هنعمل ايه. طبعا بتبقوا غاسلين الفرخة كويس ونقعينها. تمام. بصوا بقى هتحضروا بقى هنا ايه بصل وطماطم وفلفل سبايسي. اللي حابه تحطي فلفل سبايسي تحط، اللي مش حابه تحطي ايه حته صغيره زي ما انا ما حطيت كده. تمام. وتقطعي البصل عادي شرايح، تقطعيه مربعات عادي زي ما انت ما عايزه. حطينا طبعا ملح وحطينا 7 بهارات، وهنحط فلفل اسود. تمام. وهنقلب كل الحاجات ديت في بعضها، المكونات دي كلها في بعضها. وهنحط شوية بابريكا. تمام كده. طبعا يعني بصوا احنا بنجيبها من بره غالية جدا، فلا هنعملها في البيت وهتبقى انضف ومغسولة كويس ومتنضفة كويس بصراحة، والطعم هيبقى احلى وانضف. بصوا حطيت مقدار معلقة زيت كده. وبعد كده بقى هنجيب ايه الخلطة بتاعتنا كلها دي، وهنحشي ايه. طبعا بص انا كنت فاتحة تحت الجلد، هحط من جوه وهحط من الجوانب وهحط تحت الجلد. بص انا بحط وبيدلق من الناحية التانية. المهم طبعا يعني ناحية الصدر اتقطعت مني لما كنت بنضفها كويس وانا بغسلها، فمش مشكلة يعني. بص طبعا ايه هنحطها ايه زي ما انتم ما شايفينها كده. طبعا جيت احط الرجل التانية خلاص اتحطت تمام. مش عارفة عملت حاجة انا تقريبا خلت الرجلين فكوا من بعض، بس مش فاكرة بصراحة عملت ايه يعني، تقريبا وانا بشيلها تقريبا. المهم بقى جبنا ايه كيس الحراري بتاعنا والصينية. هنفتح بقى الكيس بتاعنا ده وهنشيل ايه الفرخة، نحطها في قلب الكيس. طبعا عايزة لايك وشير يا جماعة. بصوا هو فعلا وانا بشيلها فعلا اتفكت، بصوا بس عادي مش مشكلة، احطها كده مش مشكلة. وكل بصوا اتقطعت، بقولكوا اتقطعت. بصوا وكل اللي في الطبق دوت هفضيه في قلب فوق الفرخ. طبعا اللي ما اشتركتش في القناه يا جماعه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصلها كل جديد. تمام. وشيروا الفيديو بقى لحبايبكم يلا. بصوا انا بخرج الهواء اللي فيها، وبعد كده هنربط بقى الكيس ده كويس، وبعد كده هنفتحه كام فتحه كده عشان خاطر برضك ايه يعني هيتنفخ في الفرن وما يفرقعش عشان غلط يعني يا جماعه. لازم ننغز الكيس كده كام نغزه كده يعني. بصوا انا بفتحه كذا من كذا حته يعني، شايفين. طبعا بقى وهنحط لها بقى كوبايه ميه، وندخلها بقى على الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي من تحت بتاع نص ساعة كده. بصوا انا اقل من يعني ازيد من المية دي انا محطتش طبعا. طبعا وانت واقفة كده نضفي حواليكي عشان خاطر ايه يكون المكان نضيف وانت واقفة. طبعا بقى حطيتها بتاع نص ساعة من تحت، وبعد كده طلعتها على الرف من فوق. بصوا انا يعني انا بحط ايدي كده بشوفها استوت ولا لا، بصراحة ما شاء الله استوت. قعدت يا جماعة في الفرن ساعة بالظبط. تمام. على درجة حرارة 200. ودي كانت الوصفة بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا طبعا سخنة، الكيس سخن جدا جدا، ما تعملوش زيي وتفتحوه لما كان وهو الكيس سخن. استنوا لما يبرد شوية وبعدين افتحوا. اما انا بصراحة كنت مستعجلة. بصوا شايفين طعمها طعمها ايه معلش يا جماعة. شايفين مشوية ازاي؟ والله يا جماعة الطعم بتاعها تحفة قسما بالله زي المشوية بالظبط. حابة بقى عندك فحمة وعايزة تحطيها حطيها، ما عندكيش هي كده تحفة وجميلة جدا.
ودي طبعا زي ما انتم ما شايفين كده لما طلعتها من الكيس. ماشي. تتقدم بقى جنب مكرونة بصلصة، سلطة طحينة، سلطة طماطم، اللي انت حباه. بصوا شايفين طبعا، يعني مش عارفة يعني، مش قادرة اقولكوا على جمالها عامل ازاي بصراحة. طبعا دي كانت وصفة اليوم بتاعتنا. بصوا شايفين طبعا الدخان، يعني استنوا لما تهدى انتوا وتبقوا تطلعوها براحتكم. ما تنسونيش بقى في لايك قمر زيكم كده، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. ودي كانت وصفة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.